اهلا اهلا بنات، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. فيديو جديد، وصفه جديده وفكره جديده. وكيف ما كتشوفوا غندير معكم هذا البريوش الرائع الخفيف الرطب مثل القطن. غندير معكم جوج اشكال ديال هذا البريوش هادو بعجين واحد، يعني اقتصادي وبسيط وسريع التحضير. نتمنى انه ينال اعجابكم، الصراحه كيجي روعه روعه روعه. غادي نقادو بكريمه ديال اللوز، كيجي ولا اروع. نتمنى انكم تتبعوا الفيديو حتى الاخير، واللي ما مشتركش معايا في القناه يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد ان شاء الله. وخلوا لي واحد لايك على الفيديو وتعليق زوين بحالكم. ونتمنى انكم تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا خطوه بخطوه الطريقه ديال التحضير ديال هذا البريوش هذا الاقتصادي سريع التحضير. وكيف ما كتشوفوا ديال النتيجه ديالو راه كيجي ولا اروع محلول، يعني كيجي رائع داك البريوش هذا بهذيك الكريمه الصراحه، ولا اروع احسن ديال المخابز الصراحه. نتمنى انه ينال اعجابكم هذا الفيديو هذا. وندوزو المقادير بسم الله على بركه الله. غنحتاج واحد المعلقه ديال خميره حبيبات، وغادي نحتاج واحد سكر سنيده على حسب الحلاوه اللي كتبغوا نتوما. انا هنا درت جوج معالق ديال سكر سنيده، وغادي نزيد ثالثه المهم 3 معالق ديال سكر سنيده مع واحد فاني. والحليب دافي غادي نديروه على هاد العناصر هادو، وغادي نخليه شويه ينسجم مع بعضياته شويه، وتنسجم من ديك الخميره مع السكر سنيده. وعاد غادي نرجع للخليط ديالي. غادي نضيف ليه الدقيق يكون بنوعيه ديال الحلويات. كيف ما كتشوفوا غادي نجمع العجين غير باليد ديالي، وغادي نزيد ليه شويه ديال الملح. كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل هذا غادي نجمع، نبقى نضيف الدقيق والحليب في نفس الوقت حتى نوصل يعني داك التكستور اللي بغيت في العجين. المهم كيف ما كتشوفوا غادي نبقى نضيف الدقيق الحليب حتى نوصل. المهم هاد العجين هذه دخلت ليا 500 غرام ديال الدقيق، يعني بالعبار 500 غرام نص كيلو. المهم حتى غادي نوصل لهاد القوام هذا. غادي نديها ونجيبها هكا شويه بيدي، يعني فوق هذا، يعني البلاصه ديال البوطاجي او هذا. وغادي نزيد ليها واحد المعلقه ديال الزبده بهذا الشكل هذا. وصافي ما غاديش تحتاجوا تدلكوها بزاف، غير تدخلوا ديك المعلقه ديال الزبده وغادي تكتفيو بداك الدلك فقط. وهنا كيف ما كتشوفوا غادي ناخذها نغطيها ونخليها على جنب، وغادي ندوز ناخذ الكريمه اللي غادي باش نعمر هذا البريوش. غناخذ نص سيطرو ديال الحليب كيف ما كتشوفوا، وغادي نضيف فيه جوج معالق ديال هاد كريم باتيسير بنكهه اللوز. تقريبا 3 المعالق اللي ضفت. ما بغيتوهاش تجيكم معقده بزاف ديروا جوج معالق. وهنا غادي نضيف ليها واحد 3 المعالق ديال السكر سنيده، وغادي نخلطوا الخليط على البارد باش ما يتحببش لينا فوق النار. وغادي نوضعوا مع التحريك حتى توجد لينا الكريمه ديالنا، وغنوضعوها على جنب تبرد. المهم هنا غادي ندوزو العجين كيف ما كتشوفوا كيف ولات. غادي نقسمها على جوج، يعني غندير منها جوج شكيلات. وغادي ناخذ طاوه ديال الفرن. هذا الشكل صراحه هو ساهل ساهل وبسيط وسريع التحضير ديالو، ما معقد ما والو. غادي نقطع كريات صغيره، ممكن تعبروهم في الميزان. انا هنا كنعبر غير بالعين ديالي. المهم نحاولوا نديروهم قد وفي ميزان واحد. نتوما بغيتو ديروا بحجم صغير او بحجم كبير لكم الاختيار. كيف ما كتشوفوا كنجيبوا القعر ديال الكاس وكنديروه في الدقيق وكنطبعوا به من الوسط ديال هاد الكريسات ديالنا حتى كيعطينا هاد الشكل هذا. وكنجيبوا الكريمه ديالنا اللي صيبنا بكريمه اللوز. ممكن تزيدوها الا بغيتو كاضافه، تزيدوها اللوز مطحون يكون بالقشر ديالو مطحون وتضيفوه للكريمه. الا بغيتو تكتفيو غير بالكريمه فقط، تكتفيو بحال اللي درت انا. المهم هنا غادي نجي نبدا نعمر دوك الفراغات اللي كاينه عندنا في الوسط ديال البريوش بهذا الشكل هذا. غادي نعمرهم كاملين. كيف ما كتشوفوا هنا غادي ناخذ البيضه كامله بالاصفر والابيض، وغادي ناخذها ونزيد عليها قطره ديال الحليب ونخلطها وندهن بها دوك الجنيبات غير بشويه، غير الجنيبات فقط. هنايا في هذه المرحله ممكن تزيدوا
هذا اللوز إفيلي ممكن تزيدوه إلا بغيتو، أو كاوكاو اللي حبيتو، ما بغيتوش بلاش كيف ما درت أنا. وهنا غدوز للشكل الثاني أو القطعة الثانية ديال العجين اللي غادي ندير شويه دقيق على سطح العمل، وغادي ناخذ المدلك وغادي ندلكو على شكل مربع تقريبا او مستطيل. المهم تجي شويه العجين تحاولوا انها تجي مقاده بهذا الشكل هذا. ما تجي ما هي ماشي غليظه وماشي رقيقه بزاف، المهم نتوما عينكم ميزانكم. وغادي ناخذ ديك الحشوه ديال الكريمه اللي صايبت وغادي نوضعها في الوسط، نقيط عليها بهذا الشكل هذا كامله. بغيتو تزيدوا اضافات، بغيتو تزيدوا زبيب او لوز او يعني لوز مهرمش اللي حبيتو، انا ما زدت حتى شي اضافات، اكتفيت بهذا الشيء اللي عندي. وغادي نرولي الشنيك ديالي هذا الشكل على شكل شنيك. الصراحه كيجي رائع رائع رائع، راه ما نقول لكمش. خصكم تجربوه، تجربوا طريقه العجين وطريقه التحضير، وغادي ان شاء الله تنجح معكم وتعجبكم، وغادي تولي عندكم ادمان تقدروا تنوضوا حتى لاخر لحظات ديال الكوتي وتوجدوها، لانه كتجي سريعه وما فيهاش اللي هي مكونات اللي هي صعيبه او مكلفه. كيف ما كتشوفوا جبت هاد القطعه هذه، ممكن تستعملوا سكين عادي سامبل، انا عجبتني نقطع بهاد القطعه هذه اللي راكم عارفين ديال الفريت او الخضر. كيف ما كتشوفوا كتكون مشينفه من الجنيبات، عطاتني على شكل بحال شكل الوريضه، تعطي واحد الشكل زوين. وكنقطعوها بواحد السمك اللي يكون بين وبين كيف ما كتشوفوا، وكنقطع وكنحط في الطاوه ديال الفرن ديالي. الصراحه كيجي الشكل غزال وكيجيو قطنيين بزاف. كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل كيف كيجي. غادي نخليهم باش يخمروا حتى يتضاعف الحجم ديالهم باش يجي زوين. هاد البريوش خلوه يخمر البنات، عاد ديروه في الفرن ديالكم. هنا كذلك غادي ندهن بشويه ديال البيض. وهنا البنات غادي هادو هما الاشكال ديالي كيف ما كتشوفوا. صافي غادي نخليهم حتى يخمروا وغادي نديرهم فرن يكون سخون، ومن بعد خفضوا النار عليهم باش طيبوا على خاطرهم. هنا من بعد البنات شكلهم من بعد ما اختمر، هذا هو شكلهم. الصراحه راه كيجيو روعه روعه روعه. وهنا غادي نديرهم في الفرن وغادي نطيبهم، وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. شكل رائع وانيق صراحه، وبعجين وحده نقدروا نخرجوا منهم هاد جوج شكيلات واقتصاديين، يعني ما فيهم لا بيض لا زيت لا والو. الصراحه كيجيو روعه 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 بلا محتاجوا انكم تورقوا العجين يعني الزبده. يعني الصراحه كيجيو رائعين، نتمنى انكم تجربوهم. شوفوا نتمنى ان يكون عندكم واضح، راه كيجيو ما شاء الله، يعني راه داوين على راسهم. خصكم تجربوهم باش تحكموا عليهم. الى هنا اقول لكم شكرا لكم، الى فيديو مقبل ان شاء الله، والى فكره جديده ان شاء الله. خليتكم على خير.